دارین هیوی اف امین هجا دما و خوش به از لالش ورم خلق کنو پروگرام دستیل رزیده. نخوش می ایرو راحت جمال خودرد که و پشتی سه روزان مریل مالباتا خوفتگره گلو چیروک ای چاوا چه بو ورد می بهاور ناس بکن. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين سلامات. بداية فيك تعرفين عن حالك؟ مها عثمان، مدرسة تاريخ مدرسة الحمدانية. طبعا انت اليوم ما رح تحكي عن حالك، تحكي عن اخوك المرحوم اللي صارت معه هالحالة، فيكي تحكي لنا عنه شوي؟ وعبد السلام عثمان كمان هو أستاذ مدرسة ابتدائي، متزوج، عنده 5 أولاد، ما كان في عنده شيء يعني، الحمد لله وضعه الصحي كان كتير كويس يعني. كيف عرف انه هو مرضان؟ يعني صدفة راح على الدكتور ولا كان يشكي من شيء تيشوف ليش عم يتوجع؟ شلون عرف؟ لا هو من الأول معه يعني بحث بالكلى، بس هاي البحثة ما كانت تضره كتير يعني، أحيانا تجي كريزة يعني شكل طبيعي، ما انه مثلا انه مضطر انه يروح على الدكتور. هو كان رايح زيارة على الشام، بالصدفة قال يلا أنا موجود بالشام، اسمي موجود، بدي أروح أزور دكتور. وتعرفي نحن مدرسين في عنا هاي بطاقة الائتمان، قال يلا أنا موجود، هم أروح أعمل العملية وبالشام، وما هي يعني إنه مثلا يدفع تكاليف العملية لأنه نحن مدرسين تعتبر مجانا يعني. راح عمل العملية وما كان في شيء أبدا على أجره، راح لوحده كمان ما في حدا معه. وبالصدفة قال بدي أعمل هالعملية تفتيت حصى وأخلص منها. ايش قد طول بالعملية؟ العملية هي بالليزر تقريبا يعني يمكن ما طول نص ساعة العملية، بس الأعراض اللي اجت بعد العملية هي اللي خلته بالمشفى يعني، هو ما في شيء. أثناء العملية ايش صار معه؟ هو عمل تفتيت الحصى أثناء العملية، الدكتور يعني بخطأ طبي عمل وخزن الكلية، صار فيها ثقب، ضرب أثناء التفتيت الحصى، ضربت على المرارة، ضربت المرارة، وخلص الدكتور فتت الحصى وراح ما عمل له تصوير يعني بعد العملية على أساس إنه عملية بسيطة يعني. وراح الدكتور كان يوميتها نهار خميس، وراح يعني وما رجع لنهار السبت. بعد ما خلص العملية هو رجع على القامشلي ولا ضل بالشام؟ لا ضل بالشام، هو ضل لأنه هو بعد العملية راسا حس إنه في وجع عنده مو طبيعي يعني، لأنه تعرفي كلية يعني كلية كلها سوائل، وهي أكيد بده شيء عم يتسرب على الجسم، هو يعني شوي شوي بدأ يتسرب بالجسم، وصار تقريبا عم يتعب جسمه شوي شوي. هو حس إنه في شيء غلط بالموضوع. لما حس إنه في غلط شو عمل؟ هو طلب الدكتور، قال الدكتور والله أنا ما يعني خلص الدكتور إنه العملية سهلة وفي ممرضين بالمشفى وما تستدعي إني مثلا أرجع مرة تاني أشوفه اليوم، خلوها لنهار السبت. هاي هي كانت. طلب رد مرة تاني، حكى قال أنا تعبان يعني، ما كانوا يصدقوا حتى على التصوير ما أخذوا، قالوا لا عملية بسيطة وما بدها شيء. ما اتصل فيكم؟ بلا أنا حكيت معه، أنا بالذات حكيت معه، قلت له عبد السلام إيش فيك؟ قال والله أنا تعبان بس ما حدا عم يصدقني، تعبان جسمي تعبان، أنا ما عم يعني أحس جسمي كله منتهي يعني. تاني يوم هاي أنا حكيت معه، هو الخميس كانت، تاني يوم الجمعة حتى أنا مالي خبر إنه مسافري، أعرف إنه راح عشان بس مالي خبر إنه عامل عملية كمان. أنا تفاجأت يعني إنه عامل عملية. هو ضل على هالوضع على يوم السبت وبعدين اجى الدكتور؟ ايه ضل على الوضع يعني، استدعى الممرضين، استدعوا الدكاتره، مين ما يجي يقول له لا ما في عندك شيء، وضعك عادي ما في شيء، وضعك سليم. ضل هالوضع هيك لنهار السبت لما اجى كان جسمه كله متورم جسمه يعني بعد العمليه. لما اجى الدكتور راسا دخله على العمليه ثانيه، عمل له عمليه ثانيه. اثناء العمليه عرفوا انه الكليه صاير فيها ثقب ومتسرب على الجسم، التسريب هذا عامل تسمم بكل جسمه. لما كان عمل له العملية ليش دخلوا على عملية تانية مباشرة؟ ليش ما كان يعرف قبل العملية انه في تسرب؟ لا ما كان يعرف الدكتور، لانه ما عمل له تصوير لحتى يعرف. هو عمل العملية ومشي وما له خبر انه صاير تسرب، انه في ثقب ولا ما في، لا ما له خبر. اتصلوا في عدة مرات، اخوي اتصل، هو اتصل، الممرضين اتصلوا، قال لا الوضع عادي يعني خلوه ما في شيء ان شاء الله هيك على اساس. بالعملية الثانية اكتشف انه في ثقب بالكلية. شو عمل له العملية على اساس انه خلص سكر، بس ايش كان يعني التسمم كان ماشي بجسمه كلياته. دخل بغيبوبة راسا بعد العملية الثانية، دخل بغيبوبة وضل ثاني يوم توفى يعني، ما طول 24 ساعة وتوفى
العملية هاي. عمليا هاي العمليات اللي عملها والخطأ كله استغرق 3 أيام. 3 أيام فقط. 3 أيام بس. 3 أيام من الخميس بعد الظهر لنهار الاثنين كان منتهي. وقت ما سمعتوا خبر وفاته ايش كانت ردة فعل كان؟ تفاجأنا، يعني مو معقولة إنسان من عملية بسيطة يصل يعني نحن حتى يعني راح لحاله بإجره، راح ما حدا راح معه، كلياتنا تفاجأنا يعني مثل الصاعقة والله اجتنا. هلا أنا وحدة من الناس قسما بالله لما أنا سمعت حسيت إنه يعني العالم كله اهتز فيني. يعني مو معقولة من عملية بسيطة أدفع عملية يصل إنسان لمرحلة إنه جسمه كامل يتسمم وما في دكاترة مشفى. يعني مو انه مو عيادة لواحد يقول انه مثلا هالعيادة ممكن انه تتغاضي عن اخطاء مثلا ما تعرفيها، مشفى كامل فيها اجهزة طبية، فيها مثلا غير فيها دكاترة، فيها ممرضين. معقولة كل هال بالمشفى ما عرفوا انه مثلا يسحبوا له لو صورة هال 3 ايام هاي استنوا ليجي الدكتور؟ يعني الخطأ مو بس انه من الدكتور، الخطأ من المشفى نفسه كمان اللي صار فيها العملية. يعني مو معقول انا يعني واحد ما يصدق انه مثلا مشفى ودكاترة وطاقم كامل ما في واحد ممكن انه يكون واعي لدرجة انه مثلا والله هالانسان عم يعاني خلينا مثلا ندخله على التصوير. هاي ابسط شيء ممكن كان يعملوا له اياه خلال 3 ايام، مو انه يتركوه يتسرب كل شيء، سواء تسربت له جسمه ولا صار الجسم كله تسمم بشكل نهائي. ما عاد يلحقوا لانه تسمم جسمه خلص اختلط كل شيء. هن دكاتره يعرفوا شيء طبيعي بده يصير خلل بالكريات الحمر بالكريات البيض، حاله تسمم جسم. يعني هاي مو انه شيء بسيط. بأي سنة كانت هاي الحادثة؟ يعني من 2011 تقريبا. شلون قدرتوا ترجعوه على القامشلي؟ ما لقيتوا صعوبة؟ شلون ما لقينا صعوبة يعني لبين ما شفنا كرنك. تصدقي الكرنك بس أجاروا جابوه ب100,000 من الشام لإيهوني. هاي ما عدا شوفي ما عدا انه فقدنا شاب بأول عمره 40 سنة، مو انه شاب كبير بالعمر، وفوق انه خطأ طبي نتيجة خطأ طبي. يعني معاناة. يعني تصوري لشافوا الكرنك اللي جابه ب1000 يا ويلاه، ب1000 يا ويلاه لجبنا وسيلة لوصلته لهون. شو كان تأثير الحادثة على أهل بيت وعلى أولاده؟ يعني تصوري يعني أولاد صغار، يعني أكبر ولد كان 11 كان 11 ابنه، صف 10 والله مو 11 كمان كان ابنه الكبير، تانيين صغار. جباري بده يكون تأثير. يعني لا تصوري انه انسان تفقديه يعني مصيبة يعني، وما في شيء كبير على رب العالمين. الحمد لله على كل شيء. الأولاد هلا قادرين يتأقلموا مع هالوضع؟ والله الأولاد صعب. يعني بالعكس الأب كان أساس بالبيت. يعني بعد ما راح الأب والله أنا بالذات مو هلا أنا عمتن أنا شفت مصيبة. يعني رحت الأب ما أحس مصيبة مثل ما هلا الأولاد لحاله. يعني صحيح إنه العمام موجودين هاي بس ما في أحد يحل محل الأب، مستحيل. ما حدا يحل محل حنان الأب؟ لا الأب ولا الأم مستحيل أحد يحل محلهم. مهما تعملي للولد مو مثل الأب ومو مثل الأم. فعلا الأولاد فقدوه. شوفي كلهم كانوا من الأوائل وشاطرين. هلا ما يعني شوفي كلهم تركوا المدرسة، كلهم صاروا يشتغلوا يعني بالمطاعم وبالهاي. ما حدا يعني بلش يتابع دراسته بعد ما أبوه راح، لأنه حتى الأم كمان تركت ومشيت. يعني صارت ظروف الأم كمان تركتهم وراحت، صيفي الأولاد لحالهم. شو حابة تحكي للي يعملوا مثل هيك أخطاء؟ كلياتنا عاملين بهالمجتمع، وكلياتنا مثلا كل واحد له عمل معين، بس الإنسان لازم لما يعمل عمل يتقنه. يعني مثلا أنا عملت عملية لازم أتابع، يعني مو إنه مثلا أترك مريض وأروح 3 أيام ما أرجع. حتى لو أنت كنت طبيب، بالعكس الطبيب هو عمل إنساني، يعني هو أقرب شيء للإنسانية. يعني ما تتصوري ما حدا يحل محل الطبيب. يعني هو الوحيد اللي ممكن يعالجك، اللي يريحك، اللي ممكن يكون السكن الوحيد للإنسان. دكتور يترك مريض ما يجي ل3 أيام، والله أنا ما بعرف، أنا أحسها يعني ما مو منطقية يعني أبدا. يعني المفروض تكون متابعة. أنسة مها بنتشكرك كتير من راديو هيفي FM ويعطيك العافية. أهلا وسهلا، سلامات، أهلا.
أنا مريض دكتور نجيب عبود حايك، باسبوري أمراض وجراحة الكليتين والمسالك البولية والتناسلية والعقد. مرحبا. مرحبا دكتور، بداية تحكي لنا عن الحصى اللي تتكون داخل الكلية. هلا الحصيات هو مرض شائع خاصة في منطقتنا نحن. الأسباب الحصيات بالدرجة الأولى هو الاستعداد الشخصي والعائلي لتشكيل الحصيات. يعني في بعض الأشخاص عندهم استعداد ليشكلوا حصيات، ممكن يكون بشكل فردي، ممكن أحيانا نلاقي أنه يكون في استعداد عائلي لتشكيل الحصيات. ايمت الحصيات توصل لمرحلة الدكتور لازم يشيلها، يعني لازم تتفتت؟ هلا الحصيات طبعا حسب حجمها وحسب موقعها من الجهاز البولي. عادة الحصيات 50% منهم ل 70% بيتعالجوا معالجة دوائية، ممكن نحصل على نتيجة جيدة. لكن في قسم 30% من الحصيات بيحتاجوا استخراجها لطريقة ما لاستخراجها، طبعا بتتراوح بين التفتيت بالأمواج الصادمة أو التنظير أو العمل الجراحي. يعني طرق إزالة الحصيات تختلف. شو أكثر طريقة منتشرة لإزالة الحصيات؟ هلا الحقيقة أكثر الطرق لإزالة الحصيات هي التفتيت بالأمواج الصادمة، ومتوفر الجهاز في مشفى الوطني، في جهاز، وفي بمشافي الخاصة كمان جهاز مشفى الكلمة، وفي مشفى آخر. أثناء استعمال هالوسيلة مو ممكن تضرب الكلية؟ الحقيقة الدراسات كلها بتشير إلى أنه ما لها أي تأثير على الكلية، وعملوا إحصائيات عالمية في جلسات يعني كثيرة تبين أنه ما في أي إشكال بالموضوع. لو فرضنا أنه أثناء العملية صار في ثقب بالكلية، هلا التفتيت بالأمواج الصادمة عن طريق اللي بيسموها ESWL هاي عادة ما بتعمل أي انسقاب. هلا بالطريقة الثانية اللي هي عن طريق التنظير، طبعا نظريا وارد هالانسقاب هذا وحله بسيط تنظيريا، والحمد لله لحد الآن يعني مئات الحالات اشتغلناها ما صار ولا حالة انسقاب. نتشكرك من راديو هيفي FM ويعطيك العافية. شكرا لكم. بله گهدارین ما خلقامی ایرو جیب داوی بو ام هیوین و سوجه ورگرتبه تا خلق گدن بمینن خیر و خوشیده.